في 18 ديسمبر 2022 كل أنظار العالم كانت موجهة نحو استاد لوسيل في الدوحة، حيث الحدث الأكبر والأعظم، نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين. البشت على أكتاف ليو ميسي، والشوال يصرخ شيل يا طويل العمر شيل. ميسي والأرجنتين أبطالا لكأس العالم. شيل 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 يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل. وفي الوقت ذاته الفيفا بيعتمد النظام الجديد لكأس العالم للأندية. اتكلمنا في الجزء الأول عن تاريخ البطولة والتغيرات اللي مرت بيها بداية من سنة 1960، ولو ما شفتش الجزء الأول تقدر تشوفه وترجع تشوف الجزء الثاني علشان تربط بين الأحداث. البطولة هتتلعب ب 32 فريق يتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، بتضم كل مجموعة 4 فرق وبيتنافسوا علشان يتأهل فريقين من كل مجموعة، وبعد كده بتتلعب بينهم مباريات دور ال 16 ودور الثمانية ودور الأربعة لحد المباراة النهائية علشان يتم تحديد بطل النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، واللي هتتلعب في شهر يونيو اللي جاي في أمريكا. وهيتم تقسيم الفرق اللي هتشارك في البطولة بين 12 فريق من قارة أوروبا، و6 من قارة أمريكا الجنوبية، و4 من قارة أفريقيا وقارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية والبحر المتوسط والكاريبي، بالإضافة لبطل أوكيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري المحلي في أمريكا وهو نادي إنتر ميامي. وبعد مرور سنتين من اعتماد الفيفا للنظام الجديد للبطولة، وتحديدا في 5 ديسمبر 2024 بتجرى قرعة البطولة، واللي هتكون كالتالي: المجموعة الأولى فيها صاحب الأرض إنتر ميامي بالإضافة لبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي والأهلي المصري. والمجموعة الثانية فيها باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي. المجموعة الثالثة بتضم بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيور الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي. والمجموعة الرابعة بتضم فلامينجو البرازيلي والترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وكلوب ليون المكسيكي. وبالمناسبة الفيفا أعلن استبعاد نادي كلوب ليون المكسيكي بسبب إن مالك النادي هو نفس مالك نادي باتشوكا المكسيكي، وأعلنوا إنه فيما بعد هيتم استبدال النادي بنادي آخر، وده وفقا لقوانين الفيفا اللي بتمنع إن ناديين لهم نفس المالك يشاركوا في بطولة واحدة من بطولات الفيفا. والمجموعة الخامسة بتضم ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دايموند الياباني، ومونتيري المكسيكي، وإنتر ميلان الإيطالي. والمجموعة السادسة بتضم فلومينسي البرازيلي، بروسيا دورتموند الألماني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وميلو ميدي سان داونز الجنوب أفريقي. والمجموعة السابعة بتضم مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي. والمجموعة الثامنة بتضم ريال مدريد الإسباني، والهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي. وبعد ما عرفنا يا عزيزي الفرق والمجموعات، تعال اما احكي لك قصة المليار دولار. جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن إنه هيوزع 525 مليون دولار جوائز على الفرق المشاركة، و475 مليون دولار جوائز على حسب نتائج كل فريق. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الفلوس دي مش هتتوزع بالعدل خالص، لان فرق اوروبا اعترضت وهددت بعدم المشاركه في البطوله، زي ما قال كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، برغم ان نادي ريال مدريد طلع بيان رسمي بعدها وقال لا يا باشا احنا هنلعب عادي وعمرنا ما شكينا اننا ممكن ما نكونش موجودين في البطوله. المهم يا سيدي الفاضل، الفيفا قرر يدي اوكلاند سيتي ممثل اوكيانوسيا 3.5 مليون دولار ويركنه جنب الحيطه، وكل الفرق اللي هتشارك من اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه 9.5 مليون دولار. اما بقى فرق امريكا الجنوبيه فكل فريق هيحصل تقريبا على 15 مليون دولار. وولاد الفيفا المدللين فرق اوروبا كل فريق هيحصل على من 13 الى 38 مليون دولار حسب قوه ومكانه وتصنيف كل فريق. وكان مبرر الفيفا في الموضوع ده ان فرق اوروبا هي الاساس في البطوله، وهي اللي هتجيب الجمهور والرعاه والبث وكل الامور دي. والفلوس دي يا عزيزي زي ما قلنا مش جوائز، هي فلوس لمجرد المشاركه في البطوله. اما الجوائز المرتبطه بالنتائج فالفيفا قرر يمنح كل فريق هيكسب مباراه في دور المجموعات 2 مليون دولار، ومليون دولار مقابل كل تعادل. الفريق اللي هيقدر يتأهل لدور ال 16 هياخد 7.5 مليون دولار، ولو كمل وقدر يصعد لدور الثمانية هياخد 13.5 مليون دولار، ولو قدر يكمل تاني وصعد للدور نص النهائي هياخد 21 مليون دولار، وفي المباراة النهائية الفائز هياخد 40 مليون دولار، والفريق الخاسر أو المركز الثاني هياخد 30 مليون دولار. احنا بنتكلم في ارقام فلكيه يا جماعه، الفريق الفائز بالبطوله قد يحصل على من 125 الى 130 مليون دولار، يعني احنا بنتكلم عن ميزانيات دول او حتى ميزانيات فرق كبيره في اوروبا. عايزك تتخيل معايا يا عزيزي الاهلي يكمل في البطوله ويكسب البطوله وياخد ال 125 مليون دولار. انا اشوف ان برضو الكابتن محمود الخطيب هيوقف الصفقات بسبب مغالاة الانديه وسقف الرواتب. وكالعاده يا عزيزي، وبعد ما حضرتك شفتوا الجزء الاول والجزء الثاني من الحكايه، حابب اطرح على حضرتك مجموعه من الاسئله واشوف رايك في التعليقات. ولكن في الاول حابب اعرفك ايه هي المعايير اللي تم اختيار الفرق على اساسها. وهم معيارين: المعيار الاول هم ابطال البطولات القاريه خلال الاربع سنين الاخيره،
والمعيار التاني هو معيار التصنيف، بحيث ما يكونش فيه أكتر من فريقين من نفس البلد بيشاركوا في البطولة، وده الشيء اللي حرمنا من وجود فرق كبيرة زي برشلونة وليفربول وإي سي ميلان وحتى الزمالك. فهل حضرتك شايف إن ده النظام العادل، ولا كنا المفروض نشوف آلية أو طريقة نشوف من خلالها كل الفرق الكبيرة موجودة في البطولة؟ ويا ترى إيه هو رأيك من الأساس في اعتماد الفيفا لنظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية تقام كل 4 سنين زي ما قلنا وب 32 فريق؟ وكمان حابب أعرف رأيك في قرار عودة بطولة الانتر كونتيننتال للنور مرة تانية، وبنظام جديد يسمح لأبطال الست قارات إنهم يشاركوا في البطولة وبجوائز مالية كبيرة. وأخيرا، هل حضرتك شايف إن النظام الجديد للبطولة هيخلينا نشوف أبطال جديدة من قارات تانية، ولا هتستمر سيطرة فرق أوروبا وفرق أمريكا الجنوبية؟ وبكده يكون خلصنا السلسلة التانية عن حكاية كأس العالم. تقدر ترجع تشوف السلسلة الأولى واللي اتكلمنا فيها عن الاستثمار الرياضي الخليجي في فرق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل وتجربة بيراميدز. استنونا في حكايات تانية كتير من حكايات الكورة، ودلوقتي تقدر تنزل بالتتر.